نص دينار. مشمومنا وزرعناه وبزبيلنا شلناه لعيالنا جبناه صبح ومساء طلعناه. اسم الله على صغيركم وكبيركم وريحة المشموم تضر سبيلكم، وعسى الخطوة اللي تخطونها تصير دوسة في عين العدو، وبين يدينكم مقسومكم وفرحكم. تعالوا يا عيال الحلوين، شموا مشموم السطوحي، بلغوا الغايب اللي ما شمه إن ما له عينين يشوف فيهم ولا ايدين ياكل فيهم، وريوله تمشي وما تدري عن الخطوة اللي تسبق الخطوة، لأنه ما شم مشموم السطوحي. وصلوا على الحبيب محمد نبي الله المختار. مشمومنا وزرعناه وبزميلنا شلناه صبح ومساء طلعناه لعيالنا جبناه. مشمومنا وزرعناه. عبد الله تعال شلك ببيع المشموم؟ بيع فقع احسن لك وابرك لك. المشموم هذا يا حجي ريحته طبيعية، ريحته ترد الروح، ويستعملون الريايل والحريم وحتى اليهال بعد. هذاك اول الريال والمرة يساسون بعضهم بالمشموم، الحين المرة لو تعطيها ماي عيونك ما يبين بعينها. انت ليش متشائم كذي؟ هذا انا قدامك متزوج 7 حريم، ولا واحدة فيهم رفعت عينها، مو مثل بعض ريايل هالايام اللي يمشي بالسوق وزوجته قدام، هي تشتري وهو يدفع، هي تشتري وهو يدفع. مشمومنا زرعناه وبزبيلنا شلناه صبح ومساء طلعناه. شغل عدل، الديوانية مفولة اليوم. عاد اكل الكشخة غير عن اكل الفقارة. هذيل الدياية عندهم ما تطلع من المطعم الا محمرينها عدل وريحتها حلوة، والعيش الحين تلاقيه نثري وحاطين عليه الزعفران والصنوبر. يلا يبا خلنا اروح اشوف السالفة، يمكن نطلع لنا بلقمة حلوة ناشفة. السلام عليكم. عبد الله ايش في قولكم برا مستحي؟ حياك حياك. اكل اقعد وكل على راحتك، تفضل حياك. محمد شنو حياك؟ هذا المفروض ما تعطي وجه، المفروض من تشوفه تطرده بالشارع. مسوي نفسه فقير وهو عنده فلوس وفكر هذا يطر. عنده ارزم من هالدنانير، ارزم يا ابو محمد. انا قاعد اكل من كيسك، اكل من كيسها الطيب هذا مرتزقه هذا، لانه مدير ملتمين حوله كلكم، باكر اللي طلعت قائد ما يلقى حتى قطو يمه. يا يبا ما عليك منه، طول بالك علي يا ابو ساره، احنا ناس نعمل بصلنا، عاد عنده ولا ما عنده هذا موضوع ما يخصنا. يا ابو محمد انت رجال طيب وعلى نياتك، وما تعرف التعامل مع هالاشكال انا اعرف لهم زين. هذا الفقير اللي مسوي نفسه فقير وكاسر خاطرك وقاعد تدافع عنه، ما في مناسبه او صاله افراح او ديوانيه الا تلاقيه راس وجهه وقاعد ياكل، لا وبالليل يتمشى بين هالفرجان يشم اي ديوانيه فيها اكل يروح ياكل. اسالني انا عنه. خل عنك عبد الاله الحين وكمل لي سالفه السرداب هذه اللي مو راضيه تدش مخي موليه. افا للحين ما دشت مخك؟ امش معاي السره وانا راويك السرداب بعيونك. وبعدين يا ابو محمد اشوف هالايام كلامي صار خلطي. اقول لك عن هذا قاعد ياكل فقير بس عنده فلوس مت مصدق. اقول لك عن السرداب مت مصدق. بعد تقول لك ديوانيتي وخلاص. ابد والله يا ابو ساره معشوم، وكلامك على عيني وعلى راسي، لكن انا سالفه السرداب هذه اللي مو قادر استوعبها. معقوله يعني؟ يا ابو محمد شيخ انت مصدق؟ السرداب هذا راعيه باني وموصله للخط السريع، وكل يوم والثاني حادث بسبب هالسرداب هذا. صدقني يا ابو محمد انا شايف السرداب بعيوني. والله يا ابو ساره ما انا عارف شو اقول لك، لكن غريبه
معقولة واحد يوصل سرداب بيتهم لين الطريق السريع؟ هذه فوضى هذه. بعدين تعال، وين البلدية عنا؟ يا ابو محمد طول لي عمرك، اي بلديه؟ انت مسكين ما تدري عن شيء. صاحبنا راعي البيت يوم درى ان البلديه جايين يكشفون على بيته وياخذون القياس، تدري ايش سوى؟ حط حاجز وهمي بالسرداب، يو البلديه وقاسوا وعطوا الموافقه. طلعوا من هنا شال الحاجز من هنا، يعني قص عليهم. نظمت لك الصينية، كرمك الله. حياك الله. ناشفة. نشوفك يا عبد الاله. تعال عفور، تعال عافية. بقول لك قصة. شنو؟ شوف، طلع الساعة لا أهبدك بوكس أكسر ضروسك. اي ساعة يا معود، انت اللي خليت راعي الدكان يشف فينا ويلحقنا. بس اذيتوني ما تستحون على ويكم، ما تدرون ان جيران حوالينا متأذين منكم. انتوا وش فيكم؟ ما الأبط روسكم اخليكم تنامون شهر بالبيت وما تروحون. يا بالله هداك وسع صدرك. اسمع، لا قاعد تسوي لي سوالف. طلع الساعة شوف، لا أهينك هني بالشدة قدام أبوك. طلع الساعة. اي ساعة؟ فتشني، ما وياي حتى 5 دقايق، فتشني. أفتشك ايش قالوا لك؟ موظف جمارك؟ بس اذيتوني، الله يأذيكم. يبا تعال طلع الساعة أحسن. نعم، ايش تبي انت بعد؟ ايش فيك قاعد تدق الباب كذي؟ ما تدري الناس بينامون بيرتاحون؟ ايش فيك؟ ايش تبي؟ هذا ولد مال انت يجي داخل الدكان مالانا وياخذ ساعة. انا 16 سنة داخل هذا منطقة ما اشوف اولاد مجنونة مثل مال اولادك. عيالي انا بايقين من دكانك ساعة مال انت؟ من قال الحكي؟ انا عيالي ما يبقون ساعات من احد. انت دكانك كل من وهب ودب يدشه، بعدين احرص على شغلك، البس ساعتك بيدينك، ليش مبرزة وحاطها على الطاولة؟ بابا انا يشوف هذا اولاد، يشوف بجسمي في عيني، يبوق هنا ساعة مالانا. بابا بسرعة روح جيبه ساعة، في شغل انا دكان منك ما فينا فرات. لا روح دكان، روح بابا بسرعة. يلا اذلف، يلا ششمات، يعلى ششماتك للبط. ايش تبي انت قاعد تبلينا بلوى؟ عيالي انا ما يبقون ساعات من احد. عيالي انا يبقون، انا مربيهم تربيه عدله، يبقون ساعات منك انت. شو تقول لك؟ شو تحكي؟ انزين بابا، انت دش داخل نادي عيالك وانا يراويك اذا يبقون ساعة مالانا ولا لا. في ما شاء الله قاعد يشوح ويلوح بيدينا وصراخه واصل لاخر الفريج. علامك حسابك وسددنا لك يا امس. ايش تبي بعد؟ بابا هذا عفور ولد مجنون، يجي داخل دكان ويبوق ساعة مالانا. انت تجي داخل تلقى في عصاية على راسه وتجيب ساعة. انت ايش فيك ما تفتهم؟ ليش ما تصدقنا؟ ليش احنا نكذب عليك اخر عمرنا؟ صح، عاشور وعافور ما يسوونها. انت تأكد بالاول من اللي بايق الساعة وبعدين تعال اتهم عيال العوايل. يلا رجاء روح دكانك ولا تأذينا، ترى اللي فينا كافينا. اخا هذا عفور ولد مجنون، انت يقول لي اللي فينا كافينا. بابا روح جيب ساعة، خلي روح يلعب على دكان. بلا دكان بلا سكان، ارجوك يا همشري لا تتهم عيال العوايل، هذولا ما يسوونها. اقول لك ذاك اليوم نشفت ريجنا على 5 دنانير وندري ان ال5 هذه نصها كله كذب بكذب، عطيناك اياها. اليوم بعد جاي تتهم عيال اخوي. يلا عاد عطنا عرض قفاك يلا. بابا هذا موضوع وهذا موضوع ثاني، هاد ما يزل منه. بابا جيب ساعة، خلي لك على الدكان مفتوح لا يجي نفر يبوق. ايش فيك انت ما تفهم؟ ما دام ولد مجنون باق ساعة مال انت، ليش ما صدته؟ ليش ما مسكته بالجرم المشهود؟ اي والله ليش ما صدته؟ ليش ما يوته؟ احسن ما يطقه في عصايه. الحين يلا امش دام النفس عليك طيبه، ان شفت رجعت ويك ذي مره ثانيه ترى انا اللي اطقك في عصايه. تعال يا اخوي عبد الاله، هذا ما عنده سالفه ما شاء الله. تعال يبا. اي والله شفت راسك انت، هذا واحد جمبازي ما لقى احد يقص عليه، جاي يقص علينا ناشفه. يلا برو قوم بشو، يلا بابا يلا برو، ترى انا يتقى في العصايه. يلا يا ربي شلون انا ما يمسك هذا ولد مجنون؟ هذا شوارب مال رجال اذا يجي مره ثانيه داخل دكان وما يمسك من رقبته يطلع روحه. يبعثنا. شاطيك مس علينا. مساك الله بالخير. طلع ابوك مسكرتي.
وين الساعة؟ ايه يا عمي هو اللي باقها من الدكان. عمي هو اللي قال لي بوقها وانا اغطي عليك. طلع الساعة لا احذفك بالشارع اليوم. يلا يلا طلع الساعة طلعها. انت شب، لا اكسر العصات هذه على ضروسك. طلع الساعة. تفضل. اي لا خوش ساعة ماركة. سمعوني انت وياه، اعتبروا الساعة هذه ضاعت، ما تدرون وينها فيه، لا تدورونها. زين؟ سجنكم ما تستوعون علويكم، الواحد فيكم طوله طول الخلا وعقله عقل الصخلة، تبغون الساعة من الرجال؟ سجنكم ما تستوعون علويكم. سامحهم علشاني، سامحهم. زين يسوون فيه؟ ما شاء الله هذا كم مرة رافع علينا الاسعار، نشتري منه شيء بدينارين يحسب علينا 10. زين تسوون فيه؟ بس عاد لا تعيدونها مرة ثانية، بعدين يصيدونكم الشرطة ويقطونكم بالسجن، تقعدون تبكون وتقولون احنا ما سوينا شيء. لا بارك الله فيكم، رفعت الضغط والسكري عندي. سامحهم سامحهم علشاني. يلا روحوا اسقوا المشموم يلا. ان شاء الله عمي. أقول عبد الإله، الأكل اللي بالمطبخ أنت اللي جايبه؟ ايه انا جايب، اكو حد غيري يجيب اكل بهالبيت؟ الله يطول عمرك وإن شاء الله تكون ذخر لنا طول العمر. بس أقول يا أخوي، ليش ما تجيب ثلاجة علشان هالأكل اللي تجيبه لا يخترب؟ ليش ما تجيب ثلاجة عشان لا يخترب الاكل؟ انت انا بفهم انت شنو وظيفتك في البيت، بعرف ماكل شارب نايم، عمرك ما جبت شيء، واقف قدامي كأنك صنم مال بوذا، ويا سسوكتك هذه كأنها قفل، ادري كرسي حلاق، عمرك ما مديت ايدك بشغله، عمرك ما جبت شيء حق البيت. يب مرة بحياتك اغلط ويب ثلاجة او حتى غسالة. ردينا على الاسطوانة هذه يا خلاف، أنا من وين لي أجيب؟ أنا بروحي ريال شايب عايب، ما أقدر أسوي شيء، إيش عندي اللي أجيب ثلاجة يجيب ولا تجيب؟ أنا من ولي. يبا تدري عبد الله، أنا ماني متكلم أبد، بصير أطرم بهالبيت، صم بكم عمي. بس هذا اللي فالح فيه، قاعد لي بالبيت 24 ساعة تشرب قدو، حسبالك زين. خليني اروح اجاب اكلي ابرك لي من مجابل وجهك. كلا اكلي حسبي الله عليه، قط السوق ما اشتي على وجهه جلي الحياه، هذا تعبي وشقاي ياكله بارده مبرده، صدق قط سوق. لا بارك الله فيك، انت ترضى احد ياخذ منك سمكه لاقيها بالزباله؟ هذا الدمامينة ترجخ على الطوفة والطاولة، لكن قلعته علشان مرة ثانية ما ياكل أكلي قطو السوق. كله من عين اسماعيل جمعة هالشيبة هذا، حاط عينه علي من قال لي اشتر ثلاجة يلقطو وكل أكلي. سنة من السنين كان عندي ديج ماكو مثله مولية بالدنيا، بس يوم كبر قام يخوره. ها؟ كبر قام يخوره؟ شلون ديج يخوره؟ شلون فهمني ماني فاهم. لو صاح الصياحة مو مثل صياح الدياجة، لو صاح تقول هرن سكسوي اللي بالحدود يسمعونه، كان تيني حبوة ركضة دبكة تقول لي يا اسماعيل يا بن جمعة شوف الكشارة مع هالديج، كل ما صاح الجنين ببطني يطامر ويرافس ويناقز، ترى هذا لو انولد يصير خبل، شوف الكشارة مع ديجك، شوف الكشوفة مع ديجك. انا فكرت شو اسوي، ما ادري شو اسوي. شو تسوي بعد؟ بتعلمني بسوالفك؟ اكيد وديت اسوق الحمام. معصي
وديته سوق الحمام، وديته بركاظمة وغويته هناك ورجعت الديرة. ولا يوم ثاني من فير الله فوق السور وهو يصيح. كان تيني حبوة دبشة ركضة تقول لي يا اسماعيل يا بن جمعة، تقص علي تقول وديته بركاظمة وغويته وديش كاو فوق الطوفة يصيح. الله، قاطة في كاظمة وثاني يوم واقف فوق سور بيتك يصيح؟ هل سمعته؟ عاد أنا حسبته حسبة، قلت أديك إيش في هذا، إيش يبي، إيش علامة؟ قلت أكيد يبي دياية. وطبعا جبت له دياية. إيه، رحت سوق الحمام ولا هالقرقور تو جاي من البصرة، قرقور كبير. طليت في هالقرقور ولا شفت هالدياية المربربة المشكنمة، فز قلبي عليها. قلت إيه هذه الدياية حق ديك شحرور. خذيته وجيت البيت، كان احطه بالقفص مع الديك. الديك قام طالعه وهي طالعه وهو طالعه وهي طالعه، مخازز طحها مخازز بالعيون كذي. نفش ريشه طقطق بجنحانه، قام يطقطق بريل الديك وهجم عليها وقام ينقدها. انا خفت عليها، قمت وطلعت الدياية من القفص وانا خايف عليها، مسكينة تعورت، خفت عليها. عليه من قارها الديك تقول درل. الله، مقارة تقول درل، قام ينقدها الدياية المسكينة، اكيد تعورت. زين بعدين صار؟ انا طببتها وعالجتها ووديتها سوق الدياي علشان تتاخذ ريل تتزوج. من خبرك سوق الحمام ترس معاريس. ادري فيك يا ابو عاشور، انت خبرة في سوق الحمام. زين اكيد ديجك زعل وعصب، ايش سويت معاه؟ خذيته وربطته وخزمته ورحت نمت وحلمت فيه. حلمت في الديج هذا ابو منقار؟ حلمت فيه وقاعد يطير ونقدني على راسي ويحاكيني كنا ريال عود. والديج قام يسولف، ايش قال؟ قال لي يا اسماعيل يا بن جمعة، اسمعني وفهمني زين، انا ما ابي اتزوج دياية، انا ابي اتزوج بقرة. الله، ديج يبي يتزوج بقرة؟ زين بعدين ايش صار؟ وبعدين فزيت من نومي ورحت المطبخ، خذيت السكين ونحرته وافتكيت منه. زين سويت يا اسماعيل، عندنا وعندك خير وايد. عمي ترى رشينا المشموم وصارت ريحته احسن من ريحه ابوي. اعلى من ريحة ابي، ما تشوف لونك انت كنا لون ما يباجله. يلا خلونا انا مرتاح شوي. يلا يا عيال، كل واحد يحط راسه وينام، ما نبي ازعاج، خلوا عمكم يرتاح باكر وراه شغل. يا عمي انا فيني النوم تعبان، حس بضيقة نفسية، فيني ارق. قعدت وياك شوي بنتاكي بس اكفي. اوه ناموا. عبد الحظ نام، عبد الحظ. يعني كل يوم لازم تنام على طق وتقعد على طق؟ نام يا ما تستحي. بس فيكم انت وياهد. بس وياك. يا يبا نام، مو عدله كذي، نام يا يبا، ورانا شغل الصبح. نام اسماعيل يا الثور. لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شيك يا أخوي، عسى ما شر. عمي اكيد حلوان فيني. عمي نوديك المستوصف؟ لا اخاف من الابره. نوديك المستشفى. يا لثوى المستوصف مستشفى نفس الشيء. انا حلمان حلم مو زين، لو كل واحد حلم حلم مو زين ودوه المستشفى كان الديره كلها بالمستشفيات. قوم عاشور، قوم روح جيب ماي حق عمك، خلينا نشربه، روح. ان شاء الله. اسماعيل انا حاسس اني مستهدف، انا ما اقدر اقعد بالملحق، في احد بيقتلني هني، في واحد قاعد يزنطني، خلاص ما اريد اقعد بهالملحق. يا اخوي انت الحين ارتاح شوي، ومن اصبح افلح، وباكر ان شاء الله نتفاهم بالموضوع. تفضل عمي. ايش فيك خايف عمي؟ انا عاشور، تفضل، مطرح ما يسري.
اسمع يا اسماعيل، باكر الصبح تروح تنظف بيتي. انا حاسس اذا قعدت بالملحق القطو الاسود بيقتلني. انا مستهدف، ما يخليني القطو هذا، لازم يقتلني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا شقة باكر، الحين تروح تنظف البيت. هاك المفتاح، الحين تنظف البيت وباكر انا والعيال وانت نروح نسكن فيه. يا اخوي مستغرب منك، على طول تبي تطلع من الملحق على طول كذي؟ قلت لك يا اسماعيل، انا قلت القرار هذا ولازم يتنفذه، لان القطو بيقتلني، ما اقدر اعطيه مجال، لازم نطلع. عمي شلنا الاغراض كلها وحطيناها بالوارد. بس عمي ليش بنطلع من الملحق؟ مو شغلك هذا، عسى ما نسيتوا شيء، الاغراض كلها شلتوها. يا عمي ما نسينا ولا شيء، حتى صبغ الاطبخ حكيناه وخذيناه معانا على حله. عافية على شطار. يلا 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 يا عمي عاشور، يلا يلا، ترى السايق بيمشي، يقول اذا تاخرتوا بزيد عليكم ربع دينار. يلا قول له خليه ينطر شوي. اخوك هذا صوته مزعج، انا كم مره قايله لا تصرخ. بعدين احاجيك عاشور. نعم عمي. اهم شيء المشموم، انا نسيت لا اقول لك، عسى شلتوه كله. كله شلناه وحطيناه بالوانيت. زين حلو. ولو انه يزعلي اني اطلع من الملحق، بس شو اسوي؟ العتو الاسود قاعد لي بالمرصاد، يبي يذبحني يخنقني. يلا يا تزلقه بطيحه، هم نطلع من الملحق وهم نروح نعيش مع فليساتنا ناشفه. يلا اصعد بعد تستلطر. يلا دير بالكم لا تطيحون، اذا طحتوا بالعنى. عمي احنا اسباع ندش القاع على حله. كفو عمي تعالوا ويانا. عمي لا خالكم انا بقعد قدام. قواهم الله يعطيكم العافية. الصراحة انتوا تعبتوا وياي وايد ها، وعلشان كذي انا بعطيكم حقكم. ها يبا تفضل خذ، ولا تنسى عط ربعك وياك. شنو هذا بعد؟ خمسة دينار؟ شنو 5؟ احنا مدينا لك وايرات من الصبح، الواير الواحد 15 دينار، 15 ومعطيني 5. شنو ايش تبي والله؟ تبيني اعطيك مليون ولا مليونين؟ 5 دنانير ايش تبي اكثر؟ وبعدين من قالك تشتري وايرات ب 15 دينار؟ الوازم العائله بدينارين. حجي امسك، عطني حقي احسن لك. اقول ايش رايك الحين نقعد نتغدى وشوي نريح وبعدين نتفاهم بالموضوع؟ ما نبي غدا، نبي فلوسنا. شوف عاد لا تقعد تقرق وايد، اذا قرقت وايد ترى بنادي عليك الشرطه. هنا عند يبهم حجي يبهم. الله يعوض علينا. 5 يلا مشكور، شر علينا، احنا اللي هنا بيتكم. يلا امشي. وهذه 10 دنانير طلعتهم من شقاي وتعبي، لازم استفيد انا بعد. شلون حياتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلنا ادش بالايد اليمين. الحمد لله يا شقيقي يا عزيزي، واخيرا يا شقيقي رجعت الى منزلك وعرينك مرفوع الراس، لنعترف جميعا اننا نحن لن ننسحب وننهزم امام العتوي الاسود، بل انسحبنا انسحابا تكتيكيا. دعني ابوسك بوسه اخيره. لا تبوسني، ريحتك كلها زفر، ما ادري ايش ماكل من الصبح. المهم ايش سويت؟ كل شيء جاهز ومثل ما طلبت، علقنا الصور في الممر مثل ما طلبت. بس يا اخي انا متعجب شو الحكمه اللي خليتنا نحط الصور في مدخل البيت؟
مع انهم الله يرحمهم مرحومين من زمان وماتوا وانتهوا. ايه مميتين صدق يا اسماعيل، بس موجودين داخل كياني، موجودين في روحي، متعلقين داخل شلاليخ قلبي. بعدين انا حطيت صورهم هني عشان اذا فكر الحرامي انه يدش ويبوق البيت حسباله انها جمعيه نسائيه، وانت تدري ان الجمعيه النسائيه ما فيها غير الاقلام والاوراق والدفاتر. الله عليك، ايش التفكير الجهنمي يا عبد الاله. هذه فيحة الله يرحمها، اشتغلت عند ابوها بالمكسب وماتت الله يرحمها بعيد الاضحى، وخلصوا خرفانه وفي حرة علي، كان يحضني ويبي يكرني ونحشت منه. الله يرحمها، دوام الحال من المحال يا عبد الاله. يوم انحشت من ابو فروه رحت السوق، قمت احاكي روحي واطق قطوف، عاد شفت صحيل ام الخلاجين مسكينه كانت مثلي فقيره، تدور بهالاسواق تدور بالزباله، وقعدت معاها عند الزباله وكان اقول لها ممكن تتزوجيني؟ وتزوجته. اذكر ذاك اليوم ما كان لنا وجه بالفريج، ولد بن سالم يتزوج واحده خبله، ذيك السنه كانت فضيحه ما بعدها فضيحه. عاد هذا اللي صار، المسكينه توفت عقب زواجنا بسنتين، تعلقت بكيس حسبالها باراشوت كانت طب البحر. عليها رحمه الله، اجلها هي كذي. تصدق عقب ما فقدت سحيله جاتني حاله غريبه، صرت فيها واحد ثاني. ايه اذكر، حتى كنت تحب الشعر وتقول كلمات ما ادري هالكلمات من وين تطلع. في اواخر الخمسينات يا اسماعيل كان في واحد مثقف ما حد يقدر عليه، كان يقعد بقهوه بوناشي يسمونه ابراهيم المكلماني. عرفته، هذا كان يتكلم وايد، اوه كلامه كله خرطي وعلى الضل. عاد انا بيني وبينك يا اسماعيل صرت من المثقفين، قمت كله اروح عند مكتبه برويح واتصفح بهالكتب. ذاك اليوم دخلت القهوه، حتى اذكر دكان المرحوم علي بن حسن الملا مقابل قهوه مباشره. وصارت عين. ايه دشيت القهوه، كان اقول لهم شنو موضوع المناقشه اليوم؟ كان يقول لي المكلماني تعال تعال قاعد عندي، لان المبصر ما يبي عصا. انزين وقعدت وبعدين؟ قعدت كانوا يفتتحون الاتجاه المعاكس في القهوه عن هجره الجراد من جزيره ام النمل لجزيره الوقواق. كان اكسبه ونقص وجهه، عاد زوجني خضروب انت، قال هذا مثقف. هذه الدنيا ما حد دايم فيها الا وجهه سبحانه وتعالى. عاد انت تدري يا اسماعيل عن بنت بودريه ونور الهدى اللي جاتنا من الحله وتزوجتها وعشت احلى سنين عمري، وفضه بنت بوليد الخبله، وهذه نعيمه ام الخير بنت دعيب وحظين اللي لولاها يا اسماعيل ما كان عندي هالبيت. انزين يا شقيقي عبد الاله، والعيال وينهم؟ قاعد ينزلون الاغراض بالوانيت، روح ساعدهم. ان شاء الله. بارك الله فيكم من عيال، ايش سويتوا فيني؟ ما تشوفون طول العرض؟
الشموع